السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الأخير في دورة كيفية إنشاء صفحة تسجيل مثل الخاصة بالفيسبوك. إخواني، هذه النتيجة التي نرغب بالوصول إليها. هذه النتيجة التي وصلنا إليها في الدروس السابقة. نعم، الآن سوف نقوم إن شاء الله بفصل اللوجو وأماكن كتابة والإنبوت، هكذا أصبح بهذا الشكل إن شاء الله. نذهب الآن إلى التكويد. إن شاء الله سوف نبدأ الآن باللوجو. نعم، سوف نقوم بكتابة كومنت هكذا، بداخله نكتب هكذا ونكتب لوجو. نعم، لكي نعرف أن هذه المنطقة الخاصة الآن باللوجو. نكتب الاي دي، وسوف أظن اي دي في اللوجو. نعم، اي دي لوجو. نعم، نكتب لوجو هكذا. نقوم الآن ببداية التطبيق عليه. نكتب float. نعم، نضع نقطتين ونكتب اليسار left كذا. نعم، نضع نقطة فاصلة، بعد ذلك نكتب العرض، حدد العرض حتى وبعد ذلك يليها الطول. نكتب هنا، نكتب 70 px فاصلة. position. نعم، position نقطتين. نكتب relative فاصلة، بعد ذلك نكتب الويد. نعم، نكتب ماذا نعطيه 160 px، نضع نقطة فاصلة، نعمل سيف. الآن نعمل ريفرش صفحتنا، نعمل ريفرش. نعم، نعم، فالأمور جيدة. بعد ذلك سوف نقوم بالتطبيق على الوصلة التشعبية هنا التي أعطيناها اسم لوجو هذه هنا. نعم، نعم، سوف نطبق عليها ونضع هنا، نكتب لوجو ونكتب الوسم، الوصلة التشعبية. نعم، نكتب بداخلها position، عفوا position، ونكتب absolute هكذا. لا، نقطة فاصلة. بعد ذلك ماذا سوف نفعل؟ سوف نحدد الفونت سايز. نكتب فونت، نقوم بتكبير الحجم شيئا ما. فونت سايز نقطتان، نكتب 25 px ونضع نقطة فاصلة، نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، كما تلاحظون في الحجم جميل. بعد ذلك سوف نقوم بكتابة الفونت وايد. نعم، نقوم بإعطائها بلود. نعم، فونت وكذا تكتب. نعم، نكتب بلود نقطة فاصلة، نعود إلى السطر. بعد ذلك نكتب كولر، نعطيها اللون الأبيض فاصلة، نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، اللون الأبيض. الآن ماذا سوف نقوم بالتطبيق؟ نعم، سوف نقوم بحذف، يجب أن نحذف هذا الخط الذي يعني وصلة تشعبية، فقط كنت ترغب بحذفه فاحذف إن كل. نكتب تكست ديكوراسيون هكذا، نضع نقطتين، نكتب نون لا، ونكتب نقطة فاصلة. بعد ذلك نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، لقد تم حذف الخط كذا. نعم، بعد ذلك سوف نكتب توب لكي تصبح في المنطقة أعلى. نكتب 20 px نقطة فاصلة، نعمل سيف، نعمل ريفرش. نعم، هكذا أجمل. بعد ذلك ماذا سوف نقوم؟ كنا نرغب بتغيير الخط، مالك إلى كتابة الوسم فونت فاميلي، تقوم بتغيير الخط. الآن سوف نذهب إلى هذه المنطقة هنا الخاصة باللوجين. نعم، لما أظن قد أعطيناها اسم لوجين. نعم، على ما أظن أعطيناها اسم هيدر مين رايت. نعم، هي هذه المنطقة. نعم، فهي تحتوي على الانبوت الخاص بالايميل والخاص بالباسورد والسيبمايت. نعم،
سوف نقوم بعمل نسخ كنترول سي من رانج، ونقوم هنا في اي دي نضع الهاش، وبعد ذلك نعم سوف أضع هنا كومنت حتى نقوم بتفسير العمل. ماذا نفعل؟ نعم هنا لوجين، نبدأ الخاصة باللوجين. كذا. ماذا سوف نكتب الآن؟ نعم أول شيء نكتب root، نكتب رايت عفوا نضع نقطة فاصلة. بعد ذلك نكتب العرض، نعم هكذا نعطيه 70 بي اكس نقطة فاصلة. نكتب بوزيشن وبوزيشن، نعم نضع نقطتان، نكتب رولاتيف نضع نقطة فاصلة. بعد ذلك نكتب توب ونضع نقطتين، نكتب 5 بي اكس نضع نقطة فاصلة. نعمل سيف، نشاهد ماذا حدث. نعم لحد الآن جيد. الآن سوف نقوم بالتطبيق على الناف بار، نعم التي ماذا أسميناها هنا. نعم سنطبق على الديف الداخلية، نعم هذه الديف الأم مثلا، وهذه ديف داخل الديف. سوف نطبق الآن على هذه الديف الأخرى هيدر مين رايت نايف. نعم نعمل سيف، نعمل الهاش ونكتب هكذا. نعم نبدأ بالتطبيق الآن. نكتب بداخلها أول شيء البادين، بادين جي هكذا. نعم نكتب من اليمين بيكس 6 بيكس، نعم تليها 4 بيكس، نعطيها بعد ذلك 4 بيكس، نضع نقطة فاصلة. نعم ودينا السطر نكتب بوزيشن نكتب نقطتين، نكتب كذلك absolute هكذا. نعم بعد ذلك نكتب رايت نعطيها صفر، لا نقطة فاصلة. نعمل سيف لك، نعمل ريفرش. نعم لحد الآن الأمور جيد. الآن سوف نقوم بالتطبيق على اللوجين فورم الخاصة بالإنبوت تايب تكست، ماذا أسميناها؟ نعم هنا لوجين فورم. نعم كنترول سي، نقوم بالنسخ، نكتب الهاش، نكمل في نعم. هنا على ماذا سوف نقوم بالتطبيق؟ سوف نقوم بالتطبيق على الانبوت تكست input text. ماذا سوف نقوم بالتطبيق عليها؟ نعم سوف نقوم بتغيير الخلفية والوايد والهايد، وكذلك حجم الكتابة والمارجن والبادين والبوردر. نعم سوف نبدأ أول شيء بالباك جراوند. نعم نقوم بوضع كولر، نضع نقطتان ونكتب مثلا نكتب ريد ونضع نقطة فاصلة ونعمل سيف. نعم كما تلاحظ لدينا هنا اللون الأحمر. بعد ذلك سوف نقوم بتغيير اللون إلى الأبيض، أفضل شيء الأبيض. نعم هكذا. بعد ذلك سوف نكتب الهيذ، عفوا نعطيها 16 بي اكس نقطة فاصلة 16 بي اكس. بعد ذلك سوف نقوم بتحديد الفونت سايز، نعطيها 16، نعطيها 13 بي اكس نقطة فاصلة. بعد ذلك مارجين هكذا نعطيها 0 نقطة فاصلة. نكتب البادي، نعم نقطتان، نقوم بإعطائها 5 بي اكس. بعد ذلك 8 بي اكس، بعد ذلك 5 بي اكس، بعد ذلك 8 بي اكس. وهذه تتحكم باليمين اليسار
والأسفل والأعلى كذلك. نقوم بتغيير الطول، نعطيها 116. نعم، نعطيها 166 بيكس نقطة فاصلة. بعد ذلك كنا نرغب، سوف نشاهد ماذا سوف نحتاج. نعم، جيد جدا، جيد جدا. نعم، دروس ويب كيك مي لوجين هكذا. الآن ماذا سوف نطبق؟ الآن؟ نعم، البوردر. نعم، نعطيه 1 بيكس على ما أظن. أكتب سوليد. إذ كنا نرغب باختيار لون فسوف نختار لون الذي هذا اللون قمت سابقا بنسخه والآن سوف أقوم بنسخ. نعم، نقطة فاصلة. نعمل سيف وبعد ذلك نعمل ريفرش. نعم، فالأمور جيدة. الآن كنا نرغب بالتطبيق عليها خاصية الهوفر، سوف نقوم بتطبيقها. إذ كنا نرغب بالتطبيق على الجدول سوف نقوم بالتطبيق عليه. الآن سوف نمر بشكل مباشر إلى البوتون. سوف نقوم بالتطبيق على ال FB بوتون. فهي عبارة عن كلاس. سوف نضع نقطة هنا. نعم، سوف نعطيها البوردر. يجب دوما إعطاء بوردر 1 بيكس حتى ونعطيها سوليد. من الجميل جدا يكون 1.1 بيكس. كذلك سوف نقوم بتحديد الوايد ونعطيها 94 بيكس نقطة فاصلة. بعد ذلك سوف نقوم بإعطاء الفونت سايز 14 بيكس. نعم، الفونت سايز هنا نقطتان. بعد ذلك بعد الفونت سايز ماذا سوف نفعل؟ نعم، الكولر نعطيها اللون الأبيض. نعم، نعمل سيف. بعد ذلك نعمل ريفرش. نعم، البوتون ينقصها شيء ما بعد الكولر والبوردر والوايد. ونعم سوف نعطيها اللاين الخاص بالعرض. هنا بالضبط نكتب في الأخير، نكتب لاين. نعم، هكذا. ونكتب 25 بيكس نقطة فاصلة. نعمل سيف. نعمل ريفرش. نعم، فهنا لدينا هذا البوتون. هنا سوف نضيف إليها في الكود باك جراوند ايمج. نعم، للتطبيق عليها وجعلها شبيهة بهذه البوتون هنا. نعم، سوف نقوم بكتابة باك جراوند. بعد ذلك نكتب EMG ايماج. هكذا. نكتب نقطتين. نكتب بداخل هذه علامتي الناقص نكتب ويب كيت الخاصة بجوجل كروم. نعم، نكتب نكتب بداخلها جراديان هكذا، فسوف تعطينا اللون الأزرق. نعم، وسوف نقوم بالتطبيق عليها باللون. نقوم بكتابة توب. نعم، ونكتب 63 7 دال هكذا. نضع فاصلة ونكتب الهاش كذلك من جديد، ونكتب 4 F 6 7 4. نعم، نضع نقطة فاصلة في النهاية. نعمل سيف. بعد ذلك نعمل ريفرش. نعم، كما تلاحظون فقد تم إنشاؤها بنجاح. إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم. في أمل نلقاكم في درس مقبل. لا تبخلوا بآرائكم وكذلك انتقاداتكم. إن شاء الله بعد انتهائنا من هذا المشروع في بضع أيام سوف نقوم بتقديم مشروع آخر. في إن شاء الله سوف يطرق على موضوع لغة ال PHP. نتمنى لكم متابعة شيقة. شكرا.